بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلبتي الأعزاء، طلبة الصف الأول المتوسط، ورحمة الله وبركاته. معاكم الست فاطمة المالكي. اليوم درسنا هو حل تمارين الأفعال الخمسة، صفحة 37. طبعا أخذنا في الدرس السابق الأفعال الخمسة، وقلنا أن الأفعال الخمسة هو فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، ونصيغ من هذا الفعل 5 صيغ، مرة مع ألف الاثنين بصيغتين مع المخاطب ومع الغائب، ومرة مع واو الجماعة أيضا بصيغتين، ومرة أخرى مع ياء المخاطبة للمؤنث. وقلنا إن الأفعال الخمسة تعرب إعراب الفعل المضارع، فتكون مرفوعة إذا لم يسبقها لا جازم ولا ناصب، وتكون منصوبة إذا سبقت بأدوات النصب، وتكون مجزومة إذا سبقت بأدوات الجزم. وقلنا ترفع الأفعال الخمسة بثبوت النون، وتنصب وتجزم بحذف النون. هذا كله أخذناه في المحاضرة السابقة. درسي لهذا اليوم هو التمارين كما قلت سابقا. التمرين الأول يقول: اختر من بين القوسين فعلا مضارعا مناسب ثم اضبط آخره. هنا نختار من بين الأقواس فعل مضارع مناسب حسب المعنى. 1. الأكل الكثير فراغ المعدة. الأكل الكثير يصلح المعدة لو يفسد المعدة؟ أكيد يفسد المعدة، يفسد. الفراغ الثاني فراغ الثعلب الدجاج. يكره الثعلب الدجاج لو يأكل الثعلب الدجاج؟ أكيد يأكل. زين. 3. المؤمن فراغ القيل والقال. يحب القيل والقال لو يكره القيل والقال؟ يكره القيل والقال. نعم. 4. صلة الرحم فراغ العمر. تطيل العمر لو تقصر العمر؟ تطيل العمر، تطيل العمر. 5. الصدق فراغ الإنسان. الصدق يهلك الإنسان ولا ينجي الإنسان؟ أكيد ينجي الإنسان. هذا بالنسبة للتمرين الأول. أما التمرين الثاني، قال تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. المطالب: النقطة الأولى: استخرج الأفعال الخمسة المرفوعة واذكر علامة الرفع. يردون فقط المرفوعة. قلنا شلون نعرف المرفوعة؟ لا قدامها ناصب ولا جازم، وكذلك النون تكون ثابتة. هسه عندي هنا أفتطمعون، هنا الفعل أفعال الخمسة تطمعون، هذا أول واحد، تطمعون. زين، شنو علامة الرفع؟ علامة الرفع هاي النون موجودة، ثبوت النون. بعد شنو عندي؟ أن يؤمنوا، هنا يؤمنوا فعل مضارع من أفعال الخمسة لكن سبق بناصب، هذا ما نريده. وقد كان فريق منهم يسمعون، هنا عندي يسمعون، يسمعون. هنا أيضا شنو علامة الرفع؟ ثبوت النون. زين. كلام الله ثم يحرفون. يحرفون هاي الهاء ما لنا علاقة بها، هو الأصل أساس الفعل يحرفون. زين. 3. يحرفون. أيضا علامة الرفع هو شنو ماما؟ ثبوت النون. بعد يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هنا أيضا عندي ماذا؟ يعلمون. شنو علامة إعرابه أو علامة الرفع؟ هو ثبوت النون. النقطة الثانية تقول: لماذا حذفت النون من آخر الفعل أن يؤمنوا؟ أن يؤمنوا أساس الفعل يؤمنون، هذا أساس الفعل يؤمنون. زين، لماذا حذفوا هاي النون؟ ليش صار أن يؤمنوا؟ لأن سبق بماذا؟ لأن سبق بأداة النصب. احنا قلنا إذا الفعل المضارع سبق بأداة النصب
تحذف منه النون. إذا هنا لأنه مسبوق بأداة النصب، من هي؟ أن، لأنه سبق بأداة النصب أن. التمرين الثالث يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. يرضى لكم أن تعبدوه، وأن لا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاة الله أمركم. ويكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال. السؤال الأول: لماذا حذفت النون من آخر الأفعال التي كتبت باللون الأحمر؟ وين هي الأفعال اللي كتبت باللون الأحمر؟ تعبدوه، تعتصموا، تناصحوا. هاي متصلة بها واو الجماعة والمفروض تكون وياها نون. ليش انحذفت النون؟ نباوعل قدامها. شنو اجا قدامها؟ أن، وبعد هنا هم أن، وتناصحوا أيضا هنا هم أن. شنو يعني هنا؟ هاي أن شنو؟ هاي أداة نصب. إذا لماذا حذفت النون؟ لأنه مسبوق بأداة النصب أن. نكتبها. 1. لأنهم مسبوقين بماذا؟ بأداة النصب، بين قوسين أن. هيك تكون الجواب ماما. نعم. نأتي إلى النقطة الثانية. هاتي الأفعال الخمسة من الفعلين يرضى ويكره. يريدون من عندكم هاي الفعلين نصيغهم أو نصورهم ب5 تصويرات. يلا تعالوا وياي. الفعل يرضى راح أصيغه بصيغتين. أول صيغة صيغة الغائب. إحنا قلنا صيغة الغائب بمن تبدي بالياء، نفسه يرضى، نفسه. الألف البطية ماما تتحول إلى ياء، تتحول إلى ياء. دائما الألف البطية إذا يتصل بيها فد حرف لازم تتحول إلى ياء. شو تصير؟ يرضي، يرضي. شو راح أضيف لها؟ أضيف لها ألف الاثنين، يرضيا، وأضيف لها النون، يرضيان. هاي في حالة المثنى الغائب. هسه راح أسويها للمثنى المخاطب. المخاطب بمن أبديها؟ أبديها بالتاء. شو تصير؟ ترضي، ترضي. الألف البطية حولتها إلى ياء، ترضي، وأضيف لها ألف الاثنين، ترضيا، وأضيف لها نون، ترضيان. هاي بالنسبة إلى الصيغة الأولى. شنو هي؟ الغائب المثنى والمخاطب المثنى. هسه شنو راح أخذ؟ يرضون. جمع الغائبين يرضون، أما في جمع المخاطبين ترضون. زين. أما المخاطبة المؤنثة ترضين، ترضين. نضيف لها شنو ماما؟ نضيف لها ياء المؤنثة. نأتي إلى الفعل يكره. الغائب نبديها بالياء، يكرهان، تكرهان. نوب المخاطب المثنى. زين. نوب نيجي المن الغائب الجمع، يكرهون. المخاطب الجمع، تكرهون. المخاطبة المؤنثة، تكرهين. هذا بالنسبة إلى التمرين الثالث. ننتقل إلى التمرين الرابع، والذي يقول: استعمل أسماء الإشارة والضمائر التالية في جمل مفيدة مع الأفعال الخمسة كما في المثال الأول. أسماء الإشارة المنطين إياها: هذان، وأنتما، وهاتان. عندي ضمائر أنتي، وهؤلاء، وأنتم. زين. هاي اللي منطين إياها يردون مثل ما موجودة بالجملة الأولى، أمشي وآخذ نفس المعنى. هذان يحبان أبناء وطنهما. هسه راح أبدل هذان بأنتما، والنوب أبدل هذان بهاتان، أبدل هذان بأنتي، وأبدل وأرتب الجملة وأعدلها إذا أكو فيها تغيير. هذان يحبان أبناء وطنهما، أشيل هذان أحط أنتما. شو تصير الجملة؟ أنتما تحبان أبناء وطنكما. نكتبها.
أنتما تحبان أبناء وطنكما. زين، نأتي إلى هاتان. إذا هاتان شو نقول؟ هاتان يحبان أبناء وطنهما. إذا أنتي شو أقول لها؟ أنتي تحبين أبناء وطنك. أنتي تحبين أبناء وطنك. زين، إذا هؤلاء شو أقول لهم؟ هؤلاء يحبون أبناء وطنهم. هؤلاء يحبون أبناء وطنهم. زين، إذا أنتم شو أقول لهم؟ أنتم تحبون أبناء وطنكم. أنتم تحبون أبناء وطنكم. شوفوا شلون صارت ب5 صيغ: تحبان، يحبان، يحبون، تحبون، وتحبين. ننتقل إلى التمرين الخامس. رتب الكلمات المبعثرة مضبوطة بالشكل. منطيني كلمات مبعثرة وأرتبها وأضبطها بالشكل. 1. إلا، لن، بالاجتهاد ينال الطلاب النجاح. شلون أرتبها وشلون تصير صحيحة؟ لن ينالوا الطلاب النجاح إلا بالاجتهاد. نكتبها: لن ينالوا الطلاب النجاح إلا بالاجتهاد. زين. يقرؤون كثيرا كتبا المثقفون. شو تصير المثقفون. يقرؤون كتبا كثيرة. 3. العالم يا قادة لا تستخفوا الشعوب بحقوق. شو تصير؟ لا تستخفوا يا قادة العالم بحقوق الشعوب. لا تستخفوا يا قادة العالم بحقوق الشعوب. يحرصان على تربية الأولاد الوالدان. شو تصير الوالدان. يحرصان على تربية الأولاد. بعد، الشجرتان تنمو وتورقان. شو تصير؟ تنمو الشجرتان وتورقان. هذا بالنسبة للتمرين الخامس. التمرين السادس يقول: استبدل كلمة الطبيب بالأطباء في الجملة التالية، واكتب الجملة من جديد وغير ما يلزم تغييره. هنا الجملة مفردة نحولها إلى جمع باعتبار الطبيب مفرد والأطباء جمع، يعني أبدل المفرد بالجمع. فايش راح تصير يجب على الأطباء أن، هنا أداة نصب، راح أسوي يلاطف جمع. شلون أسويها جمع؟ أضيف لها واو ونون. يلاطفون. زين، لكن سبق بأداة نصب راح تحذف النون. شو تصير؟ أن يلاطفوا المرضى. يخفف هذا فعل مضارع. 1 أسويه جمع لأن هو باعتبار راجع على الأطباء والأطباء مجموعة. شو تصير؟ وهنا أنا ليش يخففوا؟ لأن الجملة بعدها ما منتهية، هاي فارزة
تربط هاي الجملة بهاي الجملة. لذلك بما أن الفعل الأول قدامه حرف نصب، أيضا هذا راح يكون تابع لهذا الفعل باعتباره يربطه أداة الربط الواو. المهم هذا مو شغلنا هنا، شغلنا الفعل يخفف عنهم الآلام ببشرة. هنا عندي ويصف، أجمعها شو تصير؟ ويصفوا. ليش قلنا نفس الوضع؟ ليش يصفوا؟ لأنها الجملة بعدها ما منتهية. يصفوا لهم الدواء النافع. زين. ولا يطمع في مالهم. هنا شنو؟ ولا يطمع مفرد، أسوي جمع شو يصير؟ ولا يطمعون. ولا يطمع في مالهم. ويساعد. ويساعد الفقراء بعلمهم. ويساعد الفقراء بعلمهم ومالهم. إلى هنا أعزائي الطلبة ينتهي موضوعنا لهذا اليوم،